وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء مع أس تاريخ. حلقة النهاردة أخبار الحملة الفرنسية على مصر ما بين 1798 ل 1801. الحملة الفرنسية لما بنيجي نتناولها في مواضيعنا للأسف بيبقى في بعض الناس المغيبة اللي بتدافع عنها وشايفة إن الحملة الفرنسية حققت أهداف علمية وأهداف تنموية وأهداف كلها وهمية للأسف، لأن مفيش مستعمر بيفيد البلد اللي احتلها. الحملة من بدايتها كانت عبارة عن مرحلة من مراحل محاولة العودة للحياة. فرنسا كانت منهارة بعد خروجها من حرب السنوات السبع في أمريكا وكندا، هنقدر نقول إن إنجلترا نجحت إن هي تزيحها من طريقها في الاستعماري في أمريكا الشمالية، اللي بالمناسبة كانت فرنسا محتلة أغلب المساحات فيها. أمريكا الشمالية كانت أغلبها محتلة من فرنسا. المهم إن إنجلترا نجحت إن هي تطردهم من أمريكا، وخرجت فرنسا من حرب السنوات السبع مفلسة، خاصة مع انهيارها الاقتصادي في الهند. شركة الهند الشرقية الفرنسية دي كانت شركة موازية لشركة الهند الشرقية الإنجليزية المحترمة. طبعا كلاهما كان مسمي نفسه الشركة المحترمة، وهم ما لهمش علاقة بالاحترام خالص. الشركتين الهند الشرقية والهند الغربية أو الهند الفرنسية والهند الإنجليزية كانوا على منافسة شديدة جدا. نجحت خلال فترة 1770 لغاية 1775 نجحت إنجلترا أنها تتحالف مع المماليك في مصر ضد الفرنسيين، واللي توج هذه الاتفاقية كان وجود حملة جيمس بروس في مصر سنة 1770 ميلادي، اللي بعد 4 سنين بالظبط من وجوده 1774 تم غلق شركة الهند الشرقية الفرنسية في الهند. يعني الشركة أفلست. بعدها بسنة فرنسا خرجت مهزومة من حرب أمريكا. طبعا كل دي ظروف ضغطت الاقتصاد في فرنسا، وبعدها قامت الثورة الفرنسية في فرنسا سنة 1789. كل الظروف دي هنعتبرها ان هي مش ظروف عادية، لا ده انهيار تام، ويمكن بتعاني منه فرنسا لغاية لحظتنا الحالية. فرنسا بتعاني من انهيار اقتصادي لغاية النهاردة، نشوف من وقتها. لما نيجي نقرا الكتاب التعليمي اللي احنا اتعلمناه في الاعداديه هنلاقي ان بيقول لنا ده فرنسا لجأت للحمله على مصر علشان تقطع الطريق التجاري على انجلترا. ده صحيح، لكن كان بعض المدرسين بيجودوا ويقول لك اصل هي كانت عايزه تروح الهند هي كمان. لا، هي اللي هي موجوده في الهند من قبلها ب 170 180 سنه. شركة الهند الفرنسية كانت موجودة بالتوازي مع شركة الهند الإنجليزية والهولندية، يعني ال3 شركات كانوا موجودين في الهند من 1600 لغاية 1640 أو 42 تحديدا. ففرنسا كده كده كانت موجودة في الهند، يعني هتعمل إيه؟ لكن هي الهدف الرئيسي إن هي فعلا كانت عايزة تقطع التحالف اللي تم ما بين المماليك وما بين الإنجليز، بالإضافة إلى حصار أوروبا. طبعا كلنا عارفين ان الثوره الفرنسيه قامت 1798 89. بعدها قامت حكومه ماكسيميليان هو والنادي او الجمعيه الوطنيه المعروفه بالعقيبه لغايه 1794. بعد كده مسكت حكومه المدراء
أو البرجوازيين من 1798 لغاية ما انقلب عليهم نابليون بونابرت وأقام الإمبراطورية بتاعته في 1801. ال 11 سنة دول من 1789 لغاية 1801 نحط بينهم قوسين إن في 2 مليون بني آدم تم موتهم في فرنسا، ما بين مجاعة، ما بين حروب، ما بين حرب أهلية، ما بين نزاعات داخلية وخارجية. حكومة ماكسيميليان في 1792 قررت إن هي تحتل أوروبا، وانتهت بالهزيمة 1795، ودي تقدر تعتبرها إن هي الحملة الفرنسية الأولى. 1795 خرج نابليون بونابرت وضرب الجماهير المتظاهرة ضد حكومة المدراء التي أعدمت ماكسيميليان بالمدافع. نابليون بونابرت أول علامات ظهوره ضرب الفرنسيين أنفسهم بالمدافع في قلب باريس. 1798 كانت الفكرة للحملة الفرنسية الثانية، وبدأت تحديدا في شهر مايو، في 20 مايو 1798 تحرك الأسطول من طولون، ميناء طولون، بالإضافة إلى 4 موانئ أخرى موجودة ما بين المتوزعة يعني ما بين إيطاليا والنمسا. 5 موانئ، مش ميناء واحدة، لكن معظم السفن طلعت من ميناء طولون. من شهر مايو لغاية شهر يوليو مكثت السفن في طريقها لمصر اللي هي الشهرين دول، وعدت على جزيرة مالطا، أسقطت الحكم بتاع فرسان المعبد اللي كانوا موجودين من أيام الحملات الصليبية. بالمناسبة أسقطت حكمهم وأقام نابليون دستور جديد وحكومة جديدة بهيكل حكومي جديد في خلال أسبوعين في مالطا. بعدها ابتدت مرحلة التحرك. كل ده والإنجليز مش هنقول أكتر من إن كان عملية ملاحقة، بيجروا ورا الفرنسيين. اللي بالمناسبة نيلسون قبل ما يجي مصر كان راح لهم طولون، لكن وصل متأخر بعدها بشهر. يعني نابليون بونابرت اتحرك في 21 مايو تقريبا، يوم 11 أو 13 في شهر يونيو وصل نيلسون ميناء طولون. بعدها بقى يسعى وراهم ويلف، ووصل مصر في شهر يونيو، أواخر شهر يونيو أو بداية شهر يوليو. لا، يونيو أنا آسف، بداية شهر يونيو. نابليون كان طلع من مالطا وكان ناوي يخش جزيرة كريت يتصرف نفس التصرفات. نابليون بونابرت أخذ من جزيرة مالطا مخزون استراتيجي للقمح يقضيه 5 سنين، اللي كان هيعيش الجزيرة 5 سنين قمح، وصناديق فضة هي اللي تمكن منها نابليون ان هو يصرف على الحملة. ده غير المدافع وخام الحديد اللي عمل منه مدافع باختصاص او باعتبار ان هو ضابط مدفعية في الاساس. المهم، وهو في طريقه لجزيرة كريت وصلته الاخبار بوصول نيلسون في محيط المنطقة، واللي ساعده اكتر صعوبة الاجواء الملاحية او الاجواء الجوية. البحر كان عالي بمعنى صح. الفترة بتاعت شهر يوليو واغسطس، يعني من يونيو لغاية اغسطس بتبقى البحر الابيض المتوسط في حالة هيجان، او البحر بيبقى عالي في الفترة دي. يوم 28 يونيو شهر 6 يعني وصل نابليون بونابرت على سواحل الاسكندريه. طلع له السفير او القنصل ماجلان الاصغر وقابله وعرفه ان نيلسون وصل للاسكندريه من 21 يوم. الكلام ده يوم 28. يوم 30 أصدر نابليون بونابرت الأمر بإنزال 40,000
جندي على شواطئ مصر ما بين ثغر اسكندرية وثغر رشيد يوم 30 يونيو 30/6/1798. ومن المفارقات الغريبة والعجيبة إن الحملة بالكامل لم تكن تعلم وجهة الحملة، يعني ما كانوش عارفين في رايحين فين، كل اللي يعرفوه إن هم رايحين الشرق، والمسمى الوظيفي للحملة جيش الشرق. لغاية يوم 30 يونيو ما كانش حد عارف خالص وجهة الحملة رايحة على فين. تم الإنزال يوم 30 الساعة 12 بالليل أو 1 بالليل في منطقة أبو قير. نزل نابليون بونابرت وما كانش معاهم حصنة ولا كان معاهم أي حاجة، كل اللي كان مع الحملة حوالي 700 حصان، ولم يتمكن من إنزالهم في أول يوم. نابليون بونابرت نزل حتى بالأمارة، نام ساعتين على الرمل، لف نفسه في البلطو بتاعه ونام على الرمل لمدة ساعتين يريح جسمه عقبال ما ينزلوا جنود. لغاية الساعة 3 الفجر كانوا منزلين حوالي 300 جندي، 3000 جندي، أو تحديدا كما ذكر نابليون بونابرت في مذكراته ترجمة مذكرات نابليون بونابرت ترجمة الأستاذ عباس أبو غزالة، تقدروا تبحثوا عن الكتاب. ذكر بنفسه ان هم حوالي 3400 جندي، دول كانت القوة اللي نازلة اول يوم. الساعة 3 ابتدى الهجوم على الاسكندرية 3 صباحا، وهنا لازم ننفي الاخبار اللي وصلت القاهرة ان اهل اسكندرية اتفاجئوا بيهم. الكلام ده ما حصلش، اهل اسكندرية كانوا عارفين، والدليل ان الحصون كانت بتتصلح ويتم ترميمها في خلال 3 ايام، ومنها ترميمات ذكرها نابليون في مذكراته ان هي لم تجف بعد، يعني ترميمات حديثة بالبلدي. الاسمنت او المونة اللي لسه عاملين بيها الطوب لسه خضرة، يعني معروفة الحيطة لسه مبنية، خصوصا لو الجدران بتاع الزمان اللي كانت بتتبني بالجير والدرام هتلاقي النشع باين، فبتاخد 2 3 عقبال ما تجف. الموضوع كان واضح ان اهل اسكندريه كانوا عارفين الوصول الحمله. السبب الثاني اللي ينفي ان هم مش عارفين وجود نيلسون او الضابط الانجليزي نيلسون قبلها ب21 يوم، وطلب المجاوره ان هو يكون في جزيره جريشه اللي احنا بنسميها دلوقتي جزيره نيلسون في اسكندريه، طلب ان هو يبقى فيها، ومحمد كريم يمده بالمؤن والميه لحين ما يعني يجي له المدد او نشوف نابليون هيجي ولا لا. وكان معاه 28 مركب، ده القوه الانجليزيه اللي كانت موجوده على شواطئ الاسكندريه. محمد كريم رفض وطردهم، اضطر نيلسون ان هو يتوجه ناحيه ليبيا وتونس علشان يتزود بالمؤن. نابليون بيحكي ان هو لما وصل عند عمود السواري بعد مقاومه بسيطه من طرفين، الطرف الاول كان من محمد كريم الذي تقدم نحو سريه من القناصه وقام باختطاف قائد السريه او الشاويش قائد السريه، وقطع راسه ورشاها في نبوت ولف مدينة الإسكندرية كنوع من الحماسة والتشجيع لأهل اسكندرية يحضهم على المقاومة. والهجوم الثاني كان في قرب الساعة 4 الفجر من 5 قبائل عربية، تعداد القوات كان حوالي 1500 عربي من قبائل دمنهور والإسكندرية والواحات أو مطروح كما يقال. ال5 قبائل دول او 1500 او 1200 الاعداد مش متاكد منها، قاموا بمطارده بعض الجنود الفرنسيين. ونابليون هنا قال حاجتين طريفين جدا. الحاجه الاولى ان وصف شكلهم وشبههم برسم شكل دون كيخوتا او دون كيشوت اللي هي الروايه بتاعت الحصان الهزيل
والفارس العجوز اللي هي بتاعت مسلسل او فيلم بتاع امير الدهاء بتاع انور وجد الله يرحمه. شبههم بمنظرهم ده ان هم جسمهم نحيف والحصان بتاعهم حجمه صغير، يقصد الحصان العربي يعني، وكان مندهش من شجاعتهم جدا. التشبيه الثاني الفكره بتاعت ان هم كانوا معجبين قوي بالجنود الفرنسيين لونهم ابيض. يعني استغرب ازاي العرب بيهجموا عليهم بهدف ان هم لونهم ابيض وعاوزين يخطفوهم. بالفعل خطفوا 12 او 14 عسكري فرنسي، 12 ل 14 عسكري فرنسي. بعد ما خطفوهم وهربوا اختفوا تماما. تقدمت قوات نابليون ال 3500 عسكري نحو منطقة أسوار عمود السواري، دي المرحلة الأولى. وصعد نابليون بونابرت فوق قاعدة التمثال علشان يشوف ما وراء الأسوار الداخلية، لأن كانت الأسوار حسب نابليون بونابرت عالية جدا وضخمة جدا. الأسوار دي كانت من العصر المملوكي بالمناسبة. هنا أنت قدام مفارقة عجيبة. الفرنسيين في الفترة دي أو في التوقيت ده تحديدا حصل انشقاق في قواتهم، وده اللي بيأكده كلام دكتور محمد فؤاد شكري في كتابه الحملة الفرنسية وخروج الفرنسيين من مصر. وده اللي أكده نابليون بونابرت في مذكراته اللي ترجمها دكتور عباس أو الأستاذ عباس أبو غزالة. كتاب مذكرات نابليون بونابرت ترجمة الأستاذ عباس أبو غزالة. نابليون قال إن حصل تشتيت نتيجة عدم معرفة القوات البحرية أو البحارة، ما كانوش يعرفوا هيرسوا فين، ونتيجة سوء تخطيط توجيهات الحملة. أنت جاي في وقت البحر عالي، فمش أي وقت ينفع إن أنا أخش المواني، خصوصا الميناء الغربي والميناء الشرقي. الميناء الشرقي كان شبه مستحيل إن أنت تخش. فنابليون مصر إن هو يقسم ال 300 مركب تقريبا على الميناء دي والميناء دي. فالبحارة رفضوا، انت بتتكلم في وقت البحر عالي جدا، بداية شهر يوليو، صعب، ورفضوا الامر. فاعطى الامر للبحارة تاني، لازم تدخلوا الميناء النهاردة. رد عليه البحارة او قادة المراكب، انت دلوقتي بتأمرنا بالحمولة التقيلة، احنا شايلين مدافع. يعني المركب اللي كان هو راكبها كان فيها 120 مدفع، ادي مركب واحده، ودي حموله تقيله جدا. طبعا مع مصدات الامواج اللي بتبقى محصن بيها المينا او البوغاز بتاع المينا. اي مينا بيبقى ليها بوابه ومعمول عليها سلسله او ليها مدخل معين، لو انت ما تعرفش الدخل ازاي هترتطم بالاسوار، مع تقل الحموله المركب هتغرق بسهوله. فالبحاره رفضوا، فقال له خلاص خش من المينا الغربي، ولو فشلت ترجع على ميناء طولون فورا. لان هو يعتبر كده صيده سهله جدا لنيلسون او للقوات الانجليزيه اللي كانت مسيطره سيطره تامه على البحر المتوسط. وده اعتقد ان هو كان من ضمن سبب سقوط الاسطول في ابو قير، وان الانجليز ولعوا في الاسطول بسهوله. الكلام ده بعدها بفتره قريبه جدا. تمكن نابليون ان هو يخش الاسكندريه. الاسكندريه القديمه للي ما يعرفهاش كان ليها اسوار داخليه واسوار خارجيه. وقتها فين محمد كريم اختفى، ساب اسكندريه باللي فيها وساب الاهالي وساب كل حاجه واتجه على قلعه قايتباي، تحصن فيها وامتنع فيها. في الكتب الدراسيه قال لك هو حاربهم. احنا بنتكلم دلوقتي الساعه 6 الصبح، الفرنسيين نزلوا على البر الساعه 1، نابليون نام ساعتين، الساعه 4 بدأ الهجوم، العرب هجموا ومحمد كريم هجم بس.
مفيش اي انباء عن هجوم تاني لا من العرب ولا من محمد قريب. طب مين اللي كان بيحارب؟ الاهالي. طب ايه اللي حصل؟ نابليون قسم قواته لثلاث فرق، فرقه تروح على باب رشيد، وفرقه تروح على الدخيله، وفرقه الثالثه اللي هو كان وراها اللي كان بقياده مينو. نابليون بونابرت تعرض لضرب النار في فخذته الشمال، اي نعم اصابه بسيطه لكن اتصاب. مينو وقع مرتين من فوق السور زي برميل الطرش. كليبر اتصاب بعيار نار في وشه. ده من المقاومه الشعبيه من لاهالي اسكندريه فقط، ما كانش معاهم محمد قريب. الكلام ده في اول يوم حرب مع الفرنسيين، من الساعه 6 الصبح لغايه 12 الظهر كان نابليون بونابرت جوه اسكندريه، وابتدت المجزره، حرب شوارع، لدرجه ان ذكر هو وذكر القصه بالنص الشيخ عبد الرحمن الجبرتي في كتابيه مظهر التقديس في زوال دولة الفرنسيس أو كتاب عجائب الآثار. ذكر في المصدرين ونابليون ذكر في كتابه إن في راجل ومراته كانوا بيضربوا النار من بيتهم، والراجل يضرب والست تعمر له البندقية، وانتهى الأمر إن نابليون أمر بضرب البيوت بالمدافع بمنتهى الوحشية. المحصلة إيه؟ إن المصريين مات منهم حوالي 800 والفرنسيين راح منهم حوالي 500 من 1 بالليل ل 12 الظهر. ظهر قبطان عثماني اسمه إدريس بك أو إدريس غبأغة، وشيخ من الأشراف اسمه الشيخ المسيري. الاثنين مذكورين عند الجبرتي ومذكورين في مذكرات نابليون بونابرت. طيب مين إدريس أغا ده؟ كان قائد أو قبطان سفينة عثماني بالصدفة كان موجود في اسكندرية مع الراجل شيخ الأشراف ده. أقنعوا الأعيان إن هم يعلنوا للناس إن إحنا في حدنا. ليه؟ الراجل ده جاي بأمر من السلطان العثماني. نابليون بيذكر إن هم خدوا هدايا. بعدها من الظهر لغاية نص الليل تمت المفاوضات مع محمد كريم في قلعة قايتباي أو طابية قايتباي المتحصن بها، وانتهت بخروج محمد كريم والتسليم للفرنسيين وحلفانه على المصحف بالولاء والطاعة للحملة الفرنسية، وتضمين أو حاجة هنسميها إيه؟ توفيق الوضع الأمني لقوات الفرنسية داخل اسكندرية. وأشاد نابليون بونابرت بجهود محمد كريم. يعني الراجل عمل معانا واجب غير عادي. الكلام ده اللي ذكره نابليون بونابرت بنفسه، وده يعطينا مبرر ان بعدها بشهر لما تم اعدام محمد كريم وكان بيلطم ويصرخ في ميدان القلعه في القاهره: اغيثوني يا مسلمين، محدش عبره. طبعا هنيجي لوقتها لما تيجي احداث القاهره نبقى نتكلم عنه. بيحكي نابليون بونابرت ان محمد كريم بعد جاب شيوخ القبائل الخمسه اللي خطفوا 14 عسكري وتم حلفانهم على المصحف على العهد ما بينهم وما بين الفرنسيين مع بيع. اذكر لكم الارقام بالظبط. وصل 30 شيخ من الهنادي واولاد علي والسمالوسي، وتم الاتفاق على توريد خيول عددها 800 حصان ومقابل 240 فرنك ذهب و500 جمل، وتأجير 1000 جمل مقابل 120 فرنك ذهب، وهدية من العرب لنابليون بونابرت
ان هو استعاد الجنود اللي خطفوهم، الهنادي واولاد علي والسمالوسي. الكلام ده ذكره نابليون بالاسم. طبعا الناس في القاهره ما كانوش يعرفوا الموضوع ده خالص، الى ان تفاجئوا يوم 5 يونيو برساله من شيخ الازهر الشيخ الشرقاوي عبد الله الشرقاوي رحمه الله، وجوقه من مشايخ الازهر بالتهزيء لمشايخ العربان دول، لان المشايخ عملوا ايه؟ سمعوا كلام محمد قريب، وكان عليهم دور من ضمن الشروط اللي شرطها نابليون على العربان ال 30 شيخ دول في العهد بتاعه، ان هم يحموا الحمله من القاهره، من اسكندريه للقاهره. لما وصلت الرحمنيه قوات الفرنسيه، الكلام ده يوم 5 يوليو اسف، بعدها باربع ايام محمد كريم كان شغال مع الفرنسيين شغل من نار. السفن اللي ما كانتش عارفه تخش دخلها، القوات اللي ما كانتش لاقيه بيوت دخلها، اللي كل الدنيا كانت تمام التمام. والعرب بيوفروا الميه والزيت والزواد للقوات الفرنسيه في النيل وفين؟ في البر. حتى بيوصف نابليون بونابرت بحيرة كينج ماريوت وجمالها، وان هي كانت بحيرة من المياه العذبة، وان هي كانت تعتبر مكان للنقاهة جيد جدا. بعدها وصلت الرسالة من القاهرة من مشايخ الازهر، ازاي تنقلبوا او تبقوا ضد اخوانكم المسلمين، اللي انتوا بتعملوه ده كفر. وطبعا الرسالة ده مضمونها اهانة وبتاع. انقلب مشايخ العرب على الفرنسيين وقطعوا عنهم الامدادات يوم 5. يوم 7 يعني بعدها بيومين كان الفرنسيين ميتين من الجوع والعطش، لغايه ما حصلت الموقعه بتاعه شبرخيت اللي كانت ما بين نابليون بونابرت وما بين قوات الاخ مراد بيك، اللي كانت بالاماره في حدود ربع ساعه 10 دقائق. وبعدها تمكن مراد بيك الذي كان يدعي انه هيقدر ياكل الفرنسيين زي ما بياكل البندق كده، او زي ما وصف نابليون بونابرت. يعني هي مقولتين، مقوله قالت ان هو ياكلهم زي البندق، ونابليون بونابرت قال ان هم هيتاكلوا زي البطيخ في الارض، يعني هيفقشهم بالسيوف زي البطيخ. ده ماشي وده ماشي. لكن اللي حصل ان مراد بيك 10 دقايق وجري، عمل زي بتاعه الكاميرا الخفيه بس. ايه اللي حصل بقى ده ان شاء الله يبقى ليه حلقه تانية. انا بشكركم جدا، ولو حد ليه سؤال يتفضل. انا خلصت كلامي معاكم 10 دقايق. هل ممكن نقول ان التغيير الحاد في موقف العرب ومحمد كريم سببه التوتر؟ محمد كريم لم يتغير. محمد كريم لاخر لحظه كان مع الفرنسيين وحالف على المصحف ومعه. اللي تغير موقفه العرب فقط، لان محمد كريم لم يذكر له الموقف ان هو ما اتغير. بالعكس كان هو الوسيط ما بين نابليون وما بين محمد مشايخ العرب بتوع الهنادي واولاد علي والسمالوسي. 30 شيخ، حتى بالاماره نابليون قاعد كل معاهم عيش وملح. في الموضوع ده كان مدير اللقاء محمد كريم. معلش عشان دخلت متاخر، ايه سبب اعدام محمد كريم؟ الاعدام ببساطه خالص ان هو محمد كريم لما جه الشيخ الجبرتي رحمه الله ذكر حكايته، محمد كريم كان تابع لفكره اللي تغلبه العبه، يعني انا مع اللي غالب. هو بعت تحذيرات للقاهره، تمام،
وولاؤه لم يكن لا القاهرة ولا لأهل القاهرة ولا لمصر بحالها. ولاؤه مع القوي، اللي يغلب أنا معاه. وده مش ميزة ولا هو برضه نقدر نقول إن هو عيب، لأن دي كانت أسلوب سلوكيات عصره كان كده. والدليل إن مشايخ الأزهر أنفسهم مارسوا نفس دوره وعملوا الديوان. دي الحكايه ببساطه خالص. فبالتالي احنا ما نقدرش ندينه ولا نقدر نتهمه، لكن دوره لو جينا لتقييم اخلاق عصرنا اللي احنا فيه دلوقتي، طبعا كان مش كويس، لكن بقى باخلاق عصرهم لا، الوضع مختلف. لان انت هتلاقي على فكره، ازيدك من الشعر بيت، هتلاقي كان مع قوات محمد الالفي الفرنسيين وهو كان عاوز يبقى مع الانجليز. هتلاقي ان كان العثمانيين معاهم انجليز ومعاهم مسيحيين عثمانيين في قواتهم، مسيحيين مرتزقه في الباشي بوزك. فالموضوع لا ليه مله ولا ليه وطنيه، مفهوم الوطنيه ما كانش موجود وقتها. اللي كان موجود الوطنيه الدينيه، انتمائك للدين، انت راجل مسلم ما تحاربش مسلم بس. ودي الحجه اللي قام بيها الازهر على مشايخ العرب، ومشايخ العرب اقتنعوا، وكان دورهم مشرف لاخر لحظه. فاحنا هنا ما نقدرش نتهم الاستاذ محمد قريب باختصار. يعني هم اعدموه عشان اثر في خدمتهم، حاجه زي كده. طيب انا هحكي لك حكايه محمد الشيخ عبد الرحمن الجبرتي رحمه الله في كتاب عجائب الاثار. لما جه ذكر ترجمه محمد كريم قال ايه؟ وكان قباني. قباني يعني الاباني، الراجل اللي بيوزن الاوزان الكبيره، الميزان الاباني. فطبعا عشان تقدر جمرك او مكس سلعه معينه لازم تعرف وزنها وحجمها. فكان هو الراجل ده شغال في الجمرك، وظيفته وزان بيقوم بالميزان. فكان في واحد معادي لمراد بيك، مراد بيك بيكرهه، فطلب التخلص منه. محمد كريم تطوع، راح ماسك الراجل اللي بيكرهه مراد بيه، حطه في فنطاس ميه وقفل عليه. فبقى له حظوه عند مراد بيك بس. وبسبب جريمه القتل دي وصل لمنصب حاكم الاسكندريه باوامر مراد بيك، وكان من اشهر اتباع مراد بيك. والرسائل اللي قفشوها كانت عند السناري، في بيت السناري. وده موضوع تاني لما نبقى في القاهرة أو تيجي وقت القاهرة نبقى نتكلم عنه. إن السناري هو اللي فضح محمد كريم. يعني الاتنين من طينة واحدة من الآخر. والسناري تم إعدامه على يد قوات العثمانية بعدها. حد لي سؤال آخر؟ طب نشرب خربوش شاي. كده على كلامك علمونا تاريخ غلط. لا، أنا ماليش دعوة. راعي إن أنت الطفل، حتى بتقول أهو إحنا أطفال، الطفل بيبقى ليه وعي محدد او ليه قناعه معينه. حصل مش هنقول تزييف ولا تدليس ولا غلط، ولكن احنا الوعي بتاع الطفل بيختلف عن وعي وادراك الكبير. وده نوع من انواع التجهيل بالمناسبه. كان مصري ولا مملوك؟ هو مين؟ محمد كريم؟ لا، مصري. بسبب ولائه المتغير بالظبط. حتى يعني انت لما تيجي تسمع القصه الجبرتي بيكتبها ما كانش زعلان عليه يعني. المناهج كلها يا حضرتك، وراعي ان اللي حط المنهج يا انجليزي يا فرنساوي. اتفضلوا معانا شاي. حد ليه سؤال اخر؟ نقفل الحكيمه. حد ليه سؤال؟
اهلا وسهلا استاذ ابو حميد ابو سحلي، الاستاذ جوكر، الدكتور محمد الزواوي اهلا وسهلا، هدى محمد اهلا وسهلا، مها الجولي اهلا وسهلا، عادل صبحي اهلا وسهلا. الله جميل. شك. مين اللي ارسل الهديه ده؟ مديح، مدها، مدحت، يا استاذ مدحت اهلا وسهلا، متشكر جدا لذوقك. واو يا اخويا تخليها جد دي. داخل على 60 سنه، اول مره اعرف الكلام ده. لا الكلام موجود، انا بذكر المصادر والكتب في ايدي. ادي كتاب وفي كتب تاني كتير. متشكر جدا يا استاذ الفاضل. وليس الحمله الانجليزيه مثلا. راجل بقى لا انا راجل على باب الله مجرد هوا. شكرا لحضرتك جدا. شكرا يا استاذ مدحت. انا متابعك ومحترمك، شرف لي، انت على راسي من فوق، انت وكل المتابعين المحترمين، اهلا وسهلا بحضرتك. بنورك يا استاذ شريف، منورني، تسلم على ذوقك. حد ليه سؤال اخر؟ قول. بنتي. بنور حضرتك. طيب، بما ان الاسئله انتهت، شكرا جزيلا لحضراتكم، نورتوني، واتمنى نطول عن كده. باذن الله عز وجل نكمل مع بعض في لقاء اخر. عجبتني حلقه قلاوون وابنه الذي على الحكم خليل. آخر كلامنا ندعي لإخواننا في غزة. ثواني. حاضر. نسأل الله العزيز الرحيم أن يتولى إخواننا في غزة برحمته. كان الله في عونهم، هم أمة تداعت عليها الأمم. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا ينصرهم ويكون في عونهم يا رب العالمين. أمة اتظلمت، وإحنا ربنا يتجاوز عنا ويسامحنا على قلة حيلتنا. ربنا عالم إحنا متحصرين أشد من حصارهم. لو علينا كنا عملنا حاجة، لكن ربك سبحانه وتعالى له حكمة لا نعلمها. ممكن. صح. ربنا يكون في عونهم ويسدد رمي أهل اليمن، أرجل ما فيك يا عرب. بصراحة يعني ناس نخوة وشهامة وكل حاجة. ربنا يستر من اللي جاي. ربنا يستر من اللي جاي إن شاء الله عز وجل. شكرا جزيلا لحضراتكم، نورتوني، وأشكركم على حسن تعاونكم معنا. وانتظروني في لقاء قريب بإذن الله عز وجل. تحياتي لكم جميعا، كلكم على رأسي ونورتوني. وهبقى أنشر الحلقة دي على القناة بإذن الله. وأتمنى أكون عند حسن ظنكم دايما يا رب. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلص الكلام بالتمام.